السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دحوم من قناة دحوم. ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. بشرونا عنكم. رجعنا لكم مقطع جديد بعد رمضان. قبل كل شيء لا تنسون تصومون 6 من شوال. اللي يصوم 6 من شوال كان صام الدهر كله. طبعا جدتي توفت، الله يرحمها ويغفر لها، دعواتكم لها. الله يسكنها في فسيح جناته. طيب، فلوق اليوم ان شاء الله راح نفطر مع الشباب في مطعم عربي، مطعم يمني، في منطقة اسمها جاسولة في دلهي. راح نفطر مع الشباب هناك. اليوم احنا صايمين تقريبا رابع يوم من شوال، فان شاء الله بنقابل الشباب ونفطر هناك في المطعم العربي، وحتى بعد بنتعشى. وقبل كل شيء لا تنسون، أنا في المقطع الماضي صورت لكم الاشجار اللي زرعتها، حوالي 3 أو 4 أشجار. 3 أشجار أنا زرعتها، وشجرة واحدة أنا شريتها. 2 منهم زهرة الزنبق، وواحدة وردة طلع عليها حلوة من ما أدري شو اسمها، الثانية بعد شريتها جاهزة. فخلنا أوريكم إياها. زي ما تشوفون هذه الزهرة، شوف كيف كبرت. هذه زهرة الزنبق. المقطع الماضي أنا صورتها وحطيتها لها السماد والموية كذا. زي ما تشوفون هذه، شوف ما شاء الله كيف كبرت، حتى لدرجة إني حطيت فيها الغصن جنبه عشان ما تطيح يعني، فربطتها هنا عشان ما تطيح. وهذه الثانية كانت، شوف تتذكروا كيف كانت صغيرة، تقريبا خلال أسبوع. شوف كيف صارت ما شاء الله، أسبوع أو 8 أيام 9 أيام كذا. شوف كيف صارت ما شاء الله. ولاني حطيت بعد السماد، فالحمد لله النتائج حلوة لهم. الآن بس احنا يعني ننتظر يعني مع كامل الصبر. الورود، ننتظر الورود. نبي تطلع الورود اللي هي زهرة السنبق. الآن ما طلعت حتى في هذه، فما ندري الآن تطلع ولا لا، مع إنه حتى الآن صار فيه فصل الصيف بدأ، وفصل الربيع بدأ ينتهي، فهذه مشكلة ثانية بعد. وهذه الزهرة بعد ما فيها نتائج حلوة الصراحة. صارت أكبر شوي، لكن إلى الآن ما في شيء جديد. شوف كيف صارت أكبر وأطول، لكن ننتظر بعد أكثر وأكثر. هذه الزهرة وللأسف إلى الآن حتى ما طلعت. شوفوا، وما أدري إيش السبب يعني. هل هي بتطلع ولا لا، وش نوعها بالضبط ماني عارف الصراحة يعني. لكن ما أدري، خلينا ننتظر ونشوف الورود هذه. وهذه بعد من الزهرة، وهذه زهرة الزنبق، وذي بعد. وهذه الأشياء الثانية لا، هذه ما عليكم منها فوضى. بس هو طبعا يا جماعة، وصلت مطعم اليمني، المطعم العربي. زي ما تشوفون هذا المنيو. قبل كل شيء حاب أقول لكم للأسف انكسرت المايك حقي. خليني أوريكم هذا، شوف انكسرت. فللأسف ما راح أقدر أسجل الحين بصوت المايك، فاعذرون. إن شاء الله بغير القطعة وبعدين بشبكها مع المايك. المهم، زي ما تشوفون هذا هو المطعم اليمني، وزي ما تشوفون هذا هو المأكولات العربية، اسمها المظلة للمأكولات العربية. طيب، زي ما تشوفون هنا في الوجبات الرئيسية. خلنا نوريكم. زي ما تشوفون الوجبات الرئيسية، مضغوط لحم، مضغوط دجاج. وهذا هو المطعم تقريبا. في عنده بعد جلسات خارجية بصورها لكم إن شاء الله. وقاعدين ننتظر الشباب، لكن الشباب تأخروا للأسف. باقي 5 دقائق على الأذان. لكن تعرفون كالعادة دائما الناس تأخر، لكن عوافي بننتظرهم الحين. أتوقع بيجون بعد شوي، فبنشوف. طبعا احنا والشباب صلينا المغرب، وبعد شوي نطلب العشاء إن شاء الله. خلنا أوريكم بعد الدور العلوي يعني، الجلسات الخارجية. هنا دورة المياه، الوضوء. أوريكم الجلسات الخارجية. هنا في جلسات العوائل اللي بيقعدون. وخلنا أوريكم السطوح. هذه الجلسات الخارجية من هنا، تشوفون. شوفوا شلون ما شاء الله. شوفوا هنا بعد كيف الجلسات. فالصراحة قد جربت المطعم يعني قبل مرتين، وكثير ناس يعني طلاب من اليمن، وطلاب عرب، وناس يعني موجودين هنا جايين علاج وكذا، يجون وياكلون من المطعم هذا. فتقييم المطعم الصراحة، احنا خلينا ناكل وبعدها بقيم لكم وبقول لكم كيف الطعم يعني. فعنده اشياء جدا حلوة. الجلسات زي ما تشوفون هذا هو.
كافيه. هذا هو المطعم. طبعا هو داخل عمارة فندق. فشوف هذا المصعد وبوريكم تحت. وهنا طالعين ان شاء الله بوريكم على الدخلة، يعني انا ما صورتكم. هذا هو المطعم. طبعا احنا فطرنا مع الان بس، ونطلب الان. شوفوا هذا الطلبية قاعدين نطلب يا جماعة. جاء المزاج على الفحم، ناكل مع الشباب، قاعدين ناكل. صراحة قيمة يعني 9/10 الصراحة. ما شاء الله سبحان الله. كنت قاعد اشوف الانستا. قررنا نشرب الشاي الحين بعد ما اكلنا. الصراحة المطعم جدا رائع، وهذه الجلسات اللي عندهم. طه، كيف المطعم؟ الحمد لله. تقييمك كيف الرز والشاي؟ والله 100 ممتاز. 100. الصراحة عجبتنا. الحين أنا متكين هنا، فخل تشوفون هذه الجلسة. صراحة جلستهم حلوة، والرز رهيب، كل شيء رهيب. فإن شاء الله بنجي ثاني مرة وثالث ورابع، نعتمده. يعني ما عندنا مطاعم ترى عربية كثيرة هنا في دلهي، فهذه أفضلهم، يعني أفضل من ملذي نقر بعد. طبعا يا جماعة هذا هو الفندق. هذا الدور الرابع. من هنا ندخل ونروح على المطعم جيسولا، وهنا فيه اللي هو الصيدلية. شوف هذه الجلسة، هذا المطعم، وهذا الصيدلية هنا من برا. شوف طلع خارجية. هذه الصيدلية عادي يا طه. هذه الصيدلية، هم هناك في الدور الرابع. طبعا هذا شاهي فارسي اسمه سنجيكلي، 20 روبية شريناه من هنا من شاهين باغ. وهذا المكان. وبس والله كنا في هذا المقطع. ان شاء الله عجبتكم الحلقه. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار نزلت مقطع اول باول. شوفوا الحلقات كل الحلقات السابقه. عندي فلوقات في معرض الكتاب، وفلوق في نهرو بارك، واشياء كثيره. ادخلوا قناتي وشوفوا. كان معكم دحوم من قناه دحوم لين، وانتظرونا المزيد من الفيديوهات، وفي امان الله.